مثلث الحركة كتير سمعنا عن مصطلح مثلث الحركة في المطابخ. ايه هو مثلث الحركة ده اصلا؟ وليه اصلا احنا بنستخدمه او بنتكلم عنه؟ مثلث الحركة بمنتهى البساطة هو مثلث وهمي، يعني هو مش موجود اصلا، وحاجة وهمية احنا بنعملها في الديزاين بتاعنا عشان نسهل الحركة مش اكتر في الفراغ بتاعنا. عبارة عن ايه؟ عبارة عن مثلث فيه 3 أضلاع، فيه ضلع على راسه بوتاجاز وحوض وتلاجة، توصل ما بينهم هيطلع لك شكل مثلث. المثلث ده أي ضلع فيه المفروض ما يقلش عن 1.20 متر وما يزيدش عن 2.70 متر. طيب ده إيه يعني؟ دي مجرد استنتاجات نتيجة التجارب الحياتية والكلام ده كله، فطلعوا بالمعايير دي. شافوا إن المعايير دي هي معايير الأكثر راحة للمستخدم بتاع المطبخ، اللي هو أقل ضلع، الضلع ما يقلش عن 120 سم وما يزيدش عن 2 متر و70 سم. طب انا لو المطبخ بتاعي كبير شويه، طب انا هعمل ايه؟ هفضل اكبر شويه اكبر شويه، احافظ على نفس النسب دي واكبر شويه. طب مطبخي كبير قوي، هبدا بقى في الحاله دي اقسم المطبخ بتاعي لزونز مختلفه. مش هجمع كله في حته واحده واسيب بقيه المطبخ فاضي كده نقعد نلعب فيه كوره، لا، يبقى مقسمين المطبخ لزونز مختلفه. طيب لو المطبخ بتاعي قليل، هفضل اقلل لغايه مرحله معينه، خلاص كده الموضوع ما عادش هيبقى حرف يو ولا حرف ال، ده كده يبقى لينير، يبقى كده كلهم على خط واحد. طب صحيح لو المطبخ بتاعي كله على خط واحد هعمل ايه؟ ما هو كده ما عادش فيه مثلث حركه. خلاص يعني كده مش هنشتغل في المطبخ بقى ولا ايه؟ ولا ما ينفعش نعمل مطبخ على خط واحد او على لينير؟ اقول لك لا، ينفع تعمل المطبخ بتاعك على خط واحد او ينفع تعمله لينير. زي الكيتشنت مثلا، الكيتشنت ممكن يكون لينير او على خط واحد، او مطبخ ما في مدينه ساحليه وانت بتصيف او مش عارف ايه، فحاجه صغيره كده هو خط واحد بس مش اكتر، وانت عاوز توزع عليه الحاجات بتاعتك. عشان تفهم بقى الحته بتاعت مثلث الحركه، ان مثلث الحركه ما هو الا فكره لترتيب العمل جوه المطبخ، لترتيب استخدامك انت جوه المطبخ لراحتك وانت بتستخدم الفراغ اللي هو المطبخ، مش حاجه قرآن يعني. فلو انا عندي المطبخ بتاعي هو لينير، طب انا هتصرف ازاي؟ هفضل برضو هقسمه لزونز مختلفه. الزون الاولاني هو التلاجة، حفظ الطعام والكلام ده كله. الزون اللي بعده هو رخامه التحضير، الجزء بتاع التحضير يعني. بعد كده الزون اللي بعده على طول، احنا كده ماشيين بالترتيب ورا بعض. الجزء اللي بعده على طول هو جزء الغسيل اللي هو الحوض. بعد كده الطهي اللي هو البوتاجاز. ده بمنتهى البساطه لو كلهم على خط واحد. فالفكره بتاعت مثلث الحركه هي فكره تسهيل استخدام المطبخ للمستخدم. اشوفكم على خير، السلام عليكم.